كنت قاعد بفكر في موضوع اللايف. انا ليه مش بعمل لايف؟ وناس كتير بتطلب مني ان انا اعمل لايف، بس انا قررت ان انا ابعد شويه، علشان انا بصراحه خفت ان الناس تفهم ان انا بدعي ان انا حلال المشاكل، او ان انا عارف كل حاجه، او ان انا جايب التايهه، او ان انا الامل الوحيد ان انت تعرف اجابه على اسئلتك. دي مسؤوليه رهيبه وشرف عظيم، بس انا شخصيا هتكلم على نفسي. انا شايف ان مفيش بني ادم واولهم انا يعرف كل حاجه، او عنده كل الاسرار، او عنده كل الحلول، او ان هو اعلى من بقيه البني ادمين، ان هو يتجري عليه ويتحول الى حاجه محطوطه على منبر عالي وكل الناس عايزه تسالها اسئله وتعرف هي انت اللي هترد عليا، مش عايز حد يرد عليا. فقلقت اول واحد لان انا مش فاهم حاجه. انا عارف حاجات كتيره وتعلمت كتير ولفيت كتير وعندي ارائي، بس انا مجرد شخص عدى في وقت معين في الزمن على كوكب الارض ملوش اي تمن. هو حاجه فانيه ملهاش اي معنى. مش ده معنى ان انا ماليش تمن وماليش قيمه، بالعكس انا في وجهه نظري انا بحب نفسي جدا وفخور بنفسي جدا، وده اللي بيديني القابليه ان انا اقدر امد ايدي واساعد غيري. ومش بقول كده ان انا بساعد غيري، انا مش شايف ان انا بساعد غيري. انا كل اللي بعمله ان انا بستخدم العلم اللي انا اتعلمته، ان انا ادور في كل الحاجات اللي تهمنا، وان انا اخد الاسئله اللي بتجيلي والاسرار اللي بتتقلي من كل الناس في كل حته في العالم، علشان اقدر احول منها محتوى ينزل على السوشيال ميديا، اللي هي عمره ما كان حد هيشوفني ولا هيسمع عني لو ما كانش فيه سوشيال ميديا. وانا متاكد ان اي حد هيقدر يتبنى الفكره دي هتريحه كتير جدا في حياته، واعتقد كمان كتير في اخرته. هي فكره ان احنا ندفع الدين اللي علينا. كلنا علينا ديون، مش معنى ان الدين عليا يبقى انا عليا فلوس لحد، لا. وطبعا لو حد عليه فلوس لحد ده يعتبر دين وهو لازم يدفع، ومفيش حاجه اسمها ناكل حق بعض، ومفيش حاجه اسمها ننام على الفلوس، ومفيش حاجه اسمها ان انا اخد منك فلوس واهرب. والكلام اللي بيحصل ده يعني ما بيحصل كتير، وبيبقى مصايب ناس بتقع فيها كتيره، وحاجه في الحقيقه معفنه يعني. ففكره الدين اللي علينا دي، كل واحد فينا عليه دين. يعني اللي ربنا اداله الصحة هو عليه دين ان هو يحاول يساعد حد اضعف منه. اللي ربنا اداله الفلوس هو عليه دين ان هو زكي بفلوسه دي علشان الناس اللي محتاجة اكتر منه. اللي اهله ربوه كويس فهو ليه دين قدام عياله اولا، وقدام اي حد ممكن يبقى محتاج مساعدة من حد مستقر نفسيا، وحد اتربى كويس وتحب وهو صغير، فما عندوش المخاوف او الصراعات اللي تخليه ما يقدرش يجي على نفسه ويقتل الانا بتاعه علشان يمد ايده ويساعد حد يكون محتاج، ويكون عنده العقده اللي مش مخليه قادر انه يقول ان هو محتاج. لان اكبر مشكله اصلا موجوده عند الناس في العلاج النفسي، او هو ما بيبقاش علاج، مش شرط تكون عيان مريض نفسيا. احنا كتير قوي بنبقى محسسين نفسنا ان احنا مرضى نفسيين، وهو كل الموضوع ان احنا بس بنبقى محتاجين نظبط شويه حاجات حوالينا في حياتنا وفي الروتين بتاعنا كل يوم، في الطقوس والعادات اللي بنمارسها يوميا علشان احنا نتحسن. واولهم هو جسمنا يا جدعان. جسمنا اللي انتم مبهدلينه. طالبين ايه من الدنيا لما تكون مهمل جدا 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 في جسمك؟ يبقى بنت عندها 20 سنه ولا ولد عنده 18 سنه ووزنه زايد بالمنظر ده، او ما بيتمرنش بالمنظر ده، او بيقعد سهران طول الليل بيلعب جيمز ولا بيتفرج على مسلسلات او بيتكلم على التليفون، وفوق كل ده ما بيذاكرش، وفوق كل ده ما بيعملش حاجه ايجابيه، وفوق كل ده قاعد بيشتكي وخلاص، فوق كل ده عمال يتعقد ويقفل ويضلم على نفسه ويقول انا مريض نفسي. لا، انت مش مريض نفسي، انت كسلان ومحتاج تصحى من النوم وتقوم تشوف شغلك. سواء بقى شغلك ان انت هتدرس او هتشتغل او هتعمل خير او هتتمرن او هتعمل اي حاجه، بس لازم انت يكون يومك ده هو الحاجه اللي انت بتقعد كل يوم تصحى تفتح عينك من النوم مشغول عارف هتعمل ايه. عشان انت مش عارف هتعمل ايه، هتقوم كل يوم تفتح عينك تخش الوعي تقلب فيلم رعب. هتقعد تفكر في كل حاجه مخوفاك من الماضي والحاجات اللي عملتها وحشه وكانت مؤثره عليك بطريقه وحشه وتفضل متعلق عليها. شايفين الكلاكسات اللي احنا بنكلكسها؟ ده اليوم العادي الطبيعي. احنا عايشين غلط، احنا بنمارس حياتنا غلط ومش عاجبنا، ونقعد نشتكي ونقعد نعلق شماعات على كل الناس التانية، ونقعد ننظر ونقعد نحكم ونقعد نخنق في بعض. وفي الاخر انت بتعمل ايه في يومك؟ انا خلاص يعني بحاول يعني على قد ما اقدر مركزش في الموضوع، بس انا عايش جواه وغصب عني ساعات حتى هتضرب مني يعني. فهل احنا عايزين نعيش عيشه نظيفه، ولا احنا عايزين نقعد في الارض؟ يعني في مثال نور في دماغي حاجه معينه جدا. كنت اتفرج على واحد اسمه مهاتير محمد. مهاتير محمد ده علامه من علامات التاريخ. الراجل ده جه ماليزيا
وهي في موقف وحش جدا كبلد، كاقتصاد، ككالتشر بتاعت شعب او حضاره شعب، او طرق الناس بتتعامل بيها مع بعض، او طريقتهم في التعليم وطريقتهم في الصحه وطريقتهم في ان هم يبصوا على المستقبل والكلام ده كله. مهاتير محمد اول ما جه عمل حاجه مفيش حد بيبقى مترشح للرئاسه ابدا ابدا بيجيله قلب ويعملها. تمام؟ عمل ايه بقى مهاتير محمد؟ هاجم الشعب، قال لهم انتوا كسلانين، وانتوا ما عندكمش ذمه في شغلكم، وانتوا مش عايزين تتحسنوا، وانتوا غلويين، وانتوا حقودين، وانتوا عمركم ما هيبقى مستقبلكم احسن غير لما انتوا اللي تقرروا الاول تبقوا احسن من اي حاجه تانية. لو احنا كشعب من بعيد عن اي حكومات وبعيد عن اي اسباب وبعيد عن اي اعذار قررنا ان احنا نبقى شعب نضيف، هنبقى شعب نضيف. لو انت النهارده جيت نزلت في الشارع وشفتنا احنا واحنا ماشيين بالعربيات، انا بجد بطلت اسوق لان انا بجد بتحول الى اوحش نسخه من نفسي احيانا وانا سايق في الشوارع في القاهره. واحنا بني ادمين لان جسمنا هو اصلا عباره عن مكنه بيتداس عليها زراير، كل زرار بيجيب نفس النتيجه واحنا مش دريانين. يعني مثلا لو انت حد كسر عليك هيحصل لك فايت اور فلايت ريسبونس، او اللي هو رد فعل الكر والفر اللي هو بيحصل لكل البني ادمين في لحظه الخطر. لان انت اول ما يحصل خطر مخك بيعمل حاجه اسمها كر وفر او فايت اور فلايت، يعني هتتخانق يا هتجري. فانت على حسب ما بتقرر في اللحظه دي موقفك ايه، يا بتتخانق يا بتجري. بس في الحالتين جسمك بيفرز كل الغدد اللي ليها علاقه بالاحساسك ان انت خايف وعندك الطاقه ان انت تتخانق. قلبك بيدق بسرعه، نفسك بيجري بسرعه، عينك بتتفتح، ريقك بينشف، جسمك بيتشد. ده من كلاكس واحد جنبك. تمام؟ واحنا غرقانين جواها مش عارفين ليه احنا مفشوخين كده في حياتنا. هل فيكم حد راضي عن الطريقه اللي بنتعامل بيها مع بعض؟ انا مش هقول لكم حد راضي عن الاقتصاد، ولا حد راضي عن اللي بيحصل في العالم، ولا حد راضي عن حياتنا، ولا حد راضي عن الطريقه اللي احنا كمصريين بنتعامل بيها مع بعض. انا مش هقدر اتكلم على العرب في الحته دي، انا عايش في وسط المصريين. انا اقدر اتكلم على العرب الحاجات اللي بشوفها من بره، زي عدم الدرايه بجسمهم وصحتهم. وانا بشوف اوزان في حتت في الدول العربيه، يعني ايه يا جماعه؟ انتوا كمان مستريحين، يعني انتوا ممكن تصرفوا شويه او تستريحوا شويه، بس جسمكم ده ايه؟ صحتكم ليه مش شايفين ان صحتنا حاجه اساسيه في عيشتنا انها تبقى كويسه؟ نرجع بقى لفكره الدين اللي علينا. انا كنت وصلت للصحه وضربت مني في الحته اللي فاتت دي، بس في الدين اللي علينا يا جماعه، لو حد ربنا اداله علم لازم يشارك بالعلم ده، لو حد ربنا اداله قوه لازم يشارك بالقوه دي، لو حد ربنا اداله صحه لازم يشارك بالصحه دي، لو حد ربنا اداله حب وتعاطف لازم يشارك بالحب والتعاطف دول. ده دين، والدين ده لما تدفعه هتلاقي حياتك نفسها بتاخد مجرى تاني خالص، لان نفس الموقف في نفس اللحظه مع نفس الشخص ممكن يتشاف بطريقه تانية. الادراك ده او البرسبشن ده حاجه فعلا عميقه جدا. فكره ان احنا كل واحد فينا بيشوف العالم من عينيه هو. كلنا بنتولد صفحه بيضاء، حاجه اسمها تابولا راسا في علم النفس. الصفحه البيضاء دي بتتولد في اي حته جوه اي عيله في اي مكان، بتتولد خام وبتقعد ينطبع فيها كل الحاجات اللي بتحصل في البيئة المحيطة بالطفل ده، من تربية، من أصوات بيسمعها، من روائح بيشمها، من أكل بياكله، من صحة، من تعليم، من أهل مظبوطين، من ناس بتتخانق حواليه، من ناس بتزعق. احنا بنزعق طول الوقت بنزعق طول الوقت. يعني انا بحب دايما اقعد اتفرج. انا بحب اتفرج على البني ادمين. انا من وانا صغير بحب اقعد اتفرج من بره كده، احب اتفرج ايه اللي بيحصل ده وليه بيحصل كده وليه عمل ده. انا دماغي كده. فلما بتيجي تتفرج عليه من بره حتى واحنا بنضحك، يعني احنا كتير لما بنسافر شله العرب بره بنخوف الناس حوالينا. يعني انا لما قاعد بتفرج دايما برضو لما احنا بنبقى مسافرين ما حدش باص على حد، انا دايما ببص على الاثنين، موهبه عندي. فبشوف الناس اللي حوالينا خايفين، احنا بنتكلم بالعربي وحاجات كده، وهم هيفجرونا دول ولا ايه يا جماعه؟ لان البرسبشن بتاعهم او الادراك بتاعهم متبرمج من الاعلام بتاعهم، ان هم لما يشوفوا حد زينا او يسمعوا عرب والخخ والهع والمع وبتاع هيشوفوا تفجير او هيشوفوا ارهاب او هيشوفوا داعش. ده غير لما احنا بنبص عليهم برضو الاعلام بتاعنا مبين ان شعر اصفر بتاع عراء ملحدين مجانين كفر، فاحنا بنحكم عليهم كده. كل واحد بيشوف الدنيا من البرسبشن بتاعه، ولكن هو في الواقع لما بيجي، عشان كده دايما بقول يعني نفسي اكتر حاجه نفسي الناس تشوفها هي انها تسافر، ولو مش هتسافر تشوف بس الدنيا بيحصل فيها ايه، علشان كل الاماكن فيها كل حاجه وكل الناس فيهم كل حاجه. مفيش حته واحده فيها كل حاجه وحشه او حته واحده فيها كل حاجه حلوه. لكن لما احنا بنشوف الدنيا، لما نشوف البلاد، لما نعيش وسط الناس دي، لما نقرب منهم، لما نتعاطف معاهم، لما نحبهم يحبونا، بنلاقي ان هم ناس زينا بالظبط، مجرد ان هم اطفال اتولدوا صفحه بيضاء وكبروا في حته ثانيه في عيله ثانيه، مفيش بيننا اي اختلافات. علشان كده موضوع ان احنا نقعد نكره بعض ونحكم على بعض بناء على اختلافاتنا بجد بدائي جدا، يعني بدائي لاقصى درجه. المهم
المهم الفيديو دخل في حاجات كتيره، انا كل اللي قصدي اقوله اللي عليه دين يا جماعه يدفعوا، وكل واحد يبص على نفسه. ابداوا بجسمكم، جسمكم وصحتكم، جسمكم وصحتكم، جسمكم وصحتكم. يعني انت لو قاعد في الصحراء معكش اي حاجه غير جسمك، لو انت جسمك احسن هيبقى موقفك احسن. لو انت قايم من النوم مخنوق وكسلان ومش طايق نفسك والدنيا مضلمه في وشك وافكارك كلها وحشه ومش عارف تعمل حاجه، مش عارف تنجح في شغلك، مش عارف ترضي مراتك، ومش عارف ترضي عيالك، مش عارف تعمل اي حاجه، بص على جسمك وصحتك الاول، وربنا يوفقنا كلنا.